تعالى اقول لك على معلومه النهارده بمليون جنيه. المعلومه دي يا جماعه بتخص ناس كتيره جدا بيبقى عندها مشكله مع الريموت اللي هو البلوتوث اللي هو ده يا جماعه. الريموت البلوتوث اللي هو ده اهو قدامكم في الصوره. مال الريموت ده لو جاي معاك مع الجهاز وبيقلب على طول واتكسر منك وانت غيرته ولا حاجه، تيجي تقلب ما رضاش يقلب، تحس ان الريموت مش كويس، ترجعه وتجيبه تاني تغير الحجاره. المشكله عندك مش في الريموت، المشكله عندك في البرمجه بتاعه الريموت. برمجه. هو بيتبرمج يا طه؟ اه بيتبرمج يا حبيبي. اقول لك البرمجه بتاعته ازاي. صلى على النبي عليه السلام. لايك وشير وتعالى معايا اخر الفيديو واحنا هنقول لك الشرح دي ماشيه ازاي. طيب ادي اوديو، بدوس عليها على طول كده والريموت قدام معايا على الريسيفر كده، واشيل الكهرباء بتاعت الريسيفر واركبها تاني وانا ايدي على الزرار زي ما هو، ما اشيلهاش خالص لحد ما الجهاز يفتح قدامي واشيل ايدي. انا كده منعت ثلاث حاجات او حاجتين. الحاجه الاولى ان لو اي حد عنده ريموت زي ده كده بيقلب حواليا في الشقه اللي جنبيها ولا اللي فيها، هتلاقي نفسك الجهاز عندك بيقلب لوحده. طيب انت تبقى محتار المشكله فين؟ المشكله عندك زي ما قلت لك في البرمجه. لو هو مبرمج ده كده خلاص برمج على الجهاز عندك، مش هيقلب ولا على اللي جنبيك ولا على اللي بعديك، هيقلب على عندك انت بس. ده كان فيديو مهم جدا. لايك وشير وصلى على النبي.